الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلكم فاكرين الشاب الازهري اللي اقتحم معانا التصوير وطلع صوته خرافي في القرآن الكريم، وانا زي ما انتم طلبتوا مني ان انا اسجل معاه فيديو تاني عشان صوته حلو، فانا النهارده جايبه عشان يعرفكم بنفسه وهيسمعكم حاجه جميله جدا. استنوا في مفاجاه في اخر الفيديو من الشاب الجميل ده. اللهم صل على سيدنا محمد. اسمي كريم ربيع طه الشرقاوي، طالب بجامعة الازهر قسم تكنولوجيا. إن شاء الله قراءتين من سورة الكهف. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلا والله ولا يظلم ربك احد. ما شاء الله عليك بجد، وانا يعني كفايه بس ان انا اقعد معاك شويه واسمع منك حكايتين قران والله تسلم. الله يخليك. فانا عايزك تسمعني ابتهال. انت المره اللي فاتت سمعتني ابتهال كان اكثر من روعه، انا عايزك تسمعني ابتهال بقى من القلب للقلب كده زي ما بقول. في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا والليل طغى وتلاشى النور. يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك ولذا ترضى عني. عسى مساك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هلا تقبلني